محدش يقول لي سيبيه. كان عندي عميلة في أول جلسة بينا قالت لي أنا وخطيبي عايزين نرجع كويسين، بس عايزة حل غير إن أسيبه، فما تقوليليش سيبيه. بدأت تحكي وبدأت أسمعها. سمعت عيوب مش العادية، مش اللي فيا وفيك وفينا كلنا، عيوب من اللي بتوصل للضرب والإهانة والخيانة ساعات. بعد الجلسة فكرت وسألت نفسي، هو ليه ممكن حد يستحمل علاقة بتدمره كده؟ ليه ممكن نبقى مثبتين في ناس ما بتعملش حاجة غير إن هي بتأذينا؟ ولقيت كام سبب كده ممكن يكونوا هما. رقم 1، إني ممكن أبقى فاكر إن الشخص ده هيتغير أو حاله هيتصلح بعد الجواز. ممكن أبقى حاسس بالوحدة وعشان كده بقبل بأي علاقة وخلاص. وقبولي بالعلاقة دي بيخليني أخلق أعذار، بيخليني كمان أعمل نفسي مش أخد بالي من العيوب الكتيرة اللي باينة قدامي. ممكن كمان أبقى خايفة أعترف بيني وبين نفسي إن أنا فشلت إن أختار صح، فشلت إني أكمل مع حد زي باقي الناس. ممكن كمان أبقى شايف نفسي ما استاهلش علاقة أحسن من كده، أو كويس إن أتحب أصلا. إحساس الوحدة مش هيروح لو 1000 واحد في حياتك، فما تقبلش بعلاقة أقل من اللي تستاهلها.